عايزة تاكلي حاجة حلوة والميزانية ما تسمحش واخر الشهر؟ هاتي كوباية من المية وباكو كبير من البسكوت، وتعالي اقولك على اسرع حلو يرطب على قلبك ومنعش جدا في الصيف. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهاتي كوباية المية دي تحطيها في حاجة بتتحط على النار، وانزلي كده باربع معالق من السكر. انا هنا حطيت 3 بس هي كانت محتاجة 4 معالق. وانزلي كمان بمعلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقتين من النشا، وبعد كده معلقه من الكاستر. ودوت اختياري، بس هيدي لون كده حلو قوي للمهلبيه بتاعتنا، بدل ما يبقى لونها ابيض هيبقى لونها اصفر كده وجميله. هرفع الكلام ده كله على النار واديله كده تقليبه، وايديا مستمريه في التقليب لحد ما يتقل معايا، ما تسيبوش عشان ما يكلكعش منك. بعد ما قلبته كده وتقل معايا بالشكل دوت هحط مكعب من الزبده، هيدوب معايا ويبقى القوام كريمي بالشكل دوت كده، قوام حلو قوي. لو عايزه تضيفي مكعب من الشوكولاته البيضه في الوقت دوت حطيه، هيدوب معاكي ويبقى جميل. هفضيه بقى في كيس حلواني واخد معايا نص كوبايه من الحليب. هاخد ربعها دلوقتي والربع التاني هقولك انا هعمل بيه ايه. طبعا اللبن اللي انا مستخدماه دوت ربع الكوبايه ديت لبن ساقع مش سخن عشان البسكوت ما يدوبش معانا بسرعه. هغطس بقى البسكوت جوه اللبن بالشكل دوت واحطه بقى في قلب الاطباق اللي انا هقدم فيها. طبعا على حسب حجم الطبق، ممكن طبق ياخد منك وحدتين، ممكن طبق ياخد 3 أو 4 على حسب الحجم. انا هنا حطيت كل طبق حطيت فيه 3. بعد كده هجيب المهلبية اللي بالكاستر اللي احنا عملناها واحطها فوق البسكوت بالشكل دوت كده. القوام بتاعها كريمي وحلو قوي. تقدري كمان تستبدلي المية بالحليب لو متوفر عندك اللي هو اللبن يعني، عشان تعمليها مهلبية باللبن تبقى احلى. بس طبعا اللي احنا عاملينها دي حلوة قوي، حاطين فيها لبن بودر. بعد كده بعد ما حطيت الطبقة بتاعه المهلبية هنزل بطبقة كمان من البسكوت، وهحط 3 بالشكل دوت كده. كده خلاص خلصت الكمية كلها. هنزل بالطبقة الباقية معايا بتاعه المهلبية فوق البسكوت. طبعا المهلبية سخنة فبتخلي البسكوت كده دايب وطعمه حلو. بقيت كوباية اللبن اللي احنا استخدمتها، احنا استخدمنا نص كوباية، خدنا ربعها في البسكوت والربع التاني هحطه على مكعبين من الشوكولاتة، بس مكعبين حجمهم كبير شوية. هفضل بقى اقلبهم مع بعض واللبن يكون سخن معايا، ربع كوباية اللبن سخنة جدا عشان تدوب لي الشوكولاتة بكل سهولة. ده الجناش بقى اللي احنا هنعمله فوق الوش، طعمه حلو جدا، لازم تجربيه. لو الشوكولاته ما دابتش معاكي بسرعه ممكن تحطيها كده على النار هاديه جدا ثواني وتلاقيها دابت معاكي، بس طول ما اللبن سخن وانت غلياه كويس هتدوب معاكي بكل سهوله. هدخلها التلاجة لمده 10 دقايق، وبعد كده هحط عليها بقى اي حاجه انت حابه تحطيها من فوق الوش. انا هنا كده حطيت شوكولاته مبشوره، كان عندي اللي هي الكونو الصغيره ديت بتاعه الايس كريم، حطيتها. شويه مكسرات لو متوفر عندك برضو، شويه شوكليت شيبس ممكن تحطي على وشها شويه سكر بودر، ممكن اي حاجه مش هتقولك لا. او ممكن تسيبيها ساده كده هتبقى طعمها حلو قوي. كده خلاص دي الكاسات او الاطباق اللي احنا عملناها طعمها حلو جدا منعشه، دخليها التلاجة واستمتعي باحلى طعم. يلا بقى منشن وشير كده عشان الكل يستفيد، والناس بقى ايه اللي هي بتحب الحاجات الحلوه المنعشه ديت تعملها على طول. احبكم جدا وشكرا جدا.